السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل مساء الفل على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وداخل السلاكة. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهارده إن شاء الله هنتكلم في كام معلومة كده داخل السلاكة، وهوريك أنا النظام اللي عملته دلوقتي. لميت التحضير بتاعتي يعتبر في سلاكة واحدة. خدمة في الصيف بتبقى عايزه وقت، وركز ده عشان اللي انا هكلمك فيه ده اللي جاي، عشان الدربات اللي بتحصل مع الناس دي. حاول في سلكتك او في غايه الحمام عامه اعمل اللي يريحك، واعمل اللي ما يبقاش عليك حمل او يبقى عليك مجهود في قلب الغايه. طيب، كان عندي تحضين فوق والسلكه اللي بعدها وكام قص هنا. رحت لامم الاسوس التحضين بتاعتي اللي هتخدم معايا او اللي هتكمل معايا، هي اللي هتفضل. رحت مجمعها في حته واحده. في بعد كام قص كده في قلب السلكات من فوق هنبتدي اللي احنا ننزلهم ونرستهم في قلب السلاكه هنا اهو. يبقى انا جمعت الاسوس بتاعتي داخل السلاكه اللي هي على لحم السطح عشان خدمتها تبقى قريبه منها للسطح. كل اللي نازل من غية كله نازل في قلب أرضية السطح، نازل في قلب أرضية السطح، لأن الخدمة كلها بتبقى على القص الحضان. القص الغزار زبلته صغيرة، القص التحديد هو اللي يعتبر خدمته صعبة، لأن هو تحتيه زغلولين وهو بيرد على حصى والكلام ده كله، فكل ده على القص الحضان بتاعك. يبقى انا هريح الدنيا كلها واخلي الاسوس بتاعت الحضان في حته واحده. طب انا بتكلم في كده ليه؟ عشان خاطر انا بلاقي مثلا هنا شويه اسوس تحضين وهنا اسوس تحضين، وناس كتير عندها حمام يا جدعان ما بيخدمش. يعني الحمام اللي ما بيخدمش، وفر خدمتك، مش هقول لك وفر كلفتك، وفر خدمتك ووفر تعبك على نفسك. لان في حمام يعتبر احنا حاطينه عندنا هو ما بنستفادش منه، ولا بينتج ولا اللي هو بتفرخ منه زغلول، او اللي انت مثلا بيخدمك يطلع منه زغلولين. يبقى انت كده بتضيع وقت وبتضيع خدمه وبتضيع برضه كلفه على الهادر. يبقى انا كده اعمل الصح في غيري. طيب، اليومين دولت اللي ظاهر ظاهره العياذ بالله السالمونيلا، وقاعده بتكنس السلكات كلها. طب ما سألتش نفسك السالمونيلا دي دخلت معاه ليه، او دخلت في قلب المكان ليه؟ لو انت ما دخلتش فرد حمام جديد برضو كده كده هتخش لك. يعني في ناس كتير، معظم ناس بتتصل بيا بتقول لي انا والله ما جبت فرد حمام غريب ودخلت على السلاكه. انا الحمام كله نفس واحد، فيعتبر اللي انا الحمام اللي بيتصاب بشيله في قلب المكان، فانا كده كده بتخش عندي، فمش عارف ايه السبب. السالمونيلا دي يا جدعان، او اللي هي الهزه او الروشه، بتنتج من معوي، بتنتج من معوي، يعني هي بتخش لك من معوي. فانت مش فاهم هي جايه لك ليه في الايام دي. تغيير الفصول بين الصيف والشتاء ده بيحصل دربات، بين الشتاء للصيف بيحصل دربات. يعني انت عندك تغيير الفصول، لو احنا مثلا في صيف وداخلين على شتاء، الوقت ده اللي بيحصل فيه الدرب، اللي هو ممكن حمام بتاعك بيقع منهم، لان هو بيحصل من نتيجه ساعه، بيحصل من نتيجه ساعه. الصبح بيبقى حر، بيجي بالليل لسعه الهواء ده، فبيحصل معاك اللي هو الدرب بتاعك. طب انا دلوقتي طالع من شتاء وداخل على صيف، بيحصل ليه؟ طول النهار شمس، ودي برضه بيؤدي معاك لمعوي. انا بقول لك السالمونيلا والهزه والقصه دي هي بتنتج في الجهاز العصبي وبتنتج من معوي. فانت بتاخد بالك من الحاجتين دولت، لان هما الحاجتين دولت هما اللي بينتجوا معاك المرض بتاعك. طب انا يا عم انا في صيف دلوقتي، ايه اللي ينتج عليا وانا ما بدخلش حمام جديد؟ ايه اللي ناتج المرض ده، او ايه اللي دخل المرض ده في قلب سلكتي؟ مسقتك يا ابني، لان المسقه محطوطه في قلب الشمس، وانت بتكسل اللي انت تمسحها، او بتكلف الحمام وما جسدش او حطيت ايدك في قلب المسقه. يا جدعان في الصيف المسقه عند الحمام يوميا وقبل كلفتهم. انا عندي امسق للحمام وممكن ما اكلفوش. يعني انا دلوقتي مسقت السلاكه ورشيت لهم شويه ميه، واوريك شكل المسقه عامله ازاي، وما كلفتش حبايه كلفه، ما كلفتش حبايه كلفه. لان الشمس لما بتضرب في قلب المسقه وانت بتخش مشكورا ليك بتكلف، فانت بتدور كلفه. ده بالحمام كلب
عطش مطرح الكلفة، عايز اللي هو يهضم او عايز اللي هو يبلع الاكل اللي هو اكله، هيخش على المسقى. طب ما المسقى طول النهار مضروب فيها الشمس، فبيبتدي اللي هو يخش يشرب لان هو عطشان، فبيبدا اللي هو يخش لك في قصه معوي، يبدا معاك بعسر الهضم، يبدا اللي هو فرد الحرام ما يهدمش، يبدا اللي هو يسيل معاك، او اللي هي الزرع بتاعه يبقى اسهال ويخش في قصه هزه وسالمونيلا. فدي نتيجه اللي بيخش لك الايام دي المعوى، عشان الشمس بتبقى ضاربه في قلب المسقى وانت ما بتمسقش للحام الا بعد ما بتقشر. بعد ما بتقشر. لما انت لما بتيجي بتقشر، ما انت بتاكل في اخر النهار، لما بتيجي بتقشر بعد المغرب. عندك الساعتين اللي هم مثلا من الساعه 6 لغايه 8 دي، ما انت بتيجي بقى الفتره دي اللي انت هتقشر فيه، تيجي تحط ايدك في قلب المسقى سقعت. لكن ما حطيتش ايدك في قلب المسقى وانت داخل بتكلف. حط ايدك في قلب المسقى وانت داخل بتكلف، وحط ايدك في المسقى بعد ما بتكلف وبتقشر. شوف الفرق، يعني هما ساعتين هتسقع الماء، بس هما الساعتين دولت اللي يعتبر ضرب جهاز العصبي بتاع الحماه او ضرب لها المعوي بتاعها. المعلومات دي يا جدعان اقسم بالله ما حافظينهم وجايين نرددهم. المعلومات دي من عيشتنا في الحمام، المعلومات دي من خبرتنا من سنين، عشان احنا بنسأل نفسنا. بص احنا ما بنعترضش، الله جاب الله خد الله عليه العوض، اللي جايه جايه واللي راحه راحه. بس انت في قلب غيتك وفي قلب سلكتك لازم تسأل ايه المشكله عندي، ايه الخلل اللي انا عامله في قلب سلكتي. الحمد لله ربنا مرضينا، وده فضل وتعب الواحد، فربنا بيدي الواحد على قد تعبه. انا ما بتفردش ولا اتني في معلومه ولا اي حاجه، بس انا بيصعب عليا الناس اللي هي بتبقى يعتبر لو داخله في مشروع، ولا اللي هي مثلا بقى لها كام سنه شغاله على الحمام بتاعها وبتوصل لليفل معين او بتوصل لمرحله كويسه، وبتيجي مره واحده بتكنس. دي بتضايق اي غاوي، دي بتضايق اي غاوي. وده حصلت لي في سنه من السنين، فالحمد لله برضه سالنا نفسنا وايه المشكله وابتدينا اللي احنا نعالجها. طيب دي كام نقطه كده في قلب السلاكه. مش هقول لك بقى تعالى نتفرج، لا انا هقول لك استمع، هقول لك خد لك كام معلومه استفاد منهم. مش هقول لك اصل انا جبت فرد حمام مفيش زيه، لا انا هديك اللي هو يكمل معاك طول السيف. طيب دلوقتي الكلفه زي ما احنا عارفين اللي هي طالعه ومش نازله. طب الناس اللي هي داخله في العلف اللي هي بتاكل الحمام او بتفطر الحمام بتاعها علف عشان خاطر يزود اللبه بتاعه او يزود الخمير بتاعها. كيلو العلف وصل ل 30 جنيه. كيلو العلف وصل ل 30 جنيه عشان خاطر اللي انا لو عندي 20 30 قص حضان وبدلهم فتره استباحه او بدلهم فتره فطار، كده خراب بيوت. مش كفايه الكلفه غاليه عليا والعلف برضو طالع في العالي. طب انا هعمل ايه؟ انا لو ما اديتش علف او عودت انا معود الحمام بتاعي على العلف، لو ما اديتش علف يعتبر الزغلول مش هيطلع. لا مفيش حاجه اسمها الزغلول مش هيطلع، هو ده بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. هو ممكن العلف ده سبب ان هو يطلع زغلول، لكن انت لو بتعتني بالقص وبتخدم القص صح ربنا هيطعمك فيه، لان انا بقول لك ربنا بيراضي او بيدي على قد تعب البني ادم. طيب انا كيلو العلف انا ما بوقفش مثلا السلعه اللي انا بوقفها وبقول لك ما تجيبهاش، لا انا بقول لك اللي هي الحاجه الغاليه بناقص منها، لان احنا مش عارفين الغلا منين. احنا بنجيب النهارده مثلا ب 20، بكره ما بتلاقيش ب 20 ونص، انت بتلاقيها ب 22 وب 23. قول لي السبب الغلو ايه عشان ابقى عارف، عشان ادفع الفلوس وانا ببقى مقتنع. كيلو العلف كان مثلا ب 12 جنيه وصل ل 30 جنيه. طب انا هجيبه ليه ب 30 جنيه وانا مش عارف ايه السبب؟ يا عم عشان خاطر ينفخ لي الزغلول. مش عايز نفخه في الزغلول، ما انت الزغلول بيتنفخ قد كده، مسافه ما تعب في يومين بتلاقيه خلاص اتشفط. طيب البديل بتاع العلف يا عم ايه؟ ممكن الرغيفين عيش تكسرهم وتدي للاسوس اللي هي فكه، تدي للاسوس اللي هي ابتدت اللي هي تفك معاك، فده بيزود لهم الخمير ويعتبر بيهدموا على طول. فانت رغيفين العيش هتحل مشكله العلف، او ده بديل العلف بتاعك. وما تديش عيش على طول. الناس اللي هي برضه عشان ما تشغليش دماغك وتقول لي انا قلت لك ادي عيش، مش قلت ادي عيش يبقى انا هجيب 30 كيلو عيش واحطهم على الكلفه بتاعتي. انا قلت لك رغيفين عيش على شويه
ذره عوجه، دي فتره النواعم او فتره الاستباحه بتاعت الاسوس اللي هي لسه فكه. فانت ما تكسرليش 15 مثلا كيلو عيش على شويه كلفه، لان كتر العيش يا جدعان بيعمل اسهال ويعتبر بينفخ الحمام ومفيش غذاء، وبرده بيجيب لهم ديدان. برضه الواحد بيقول حلول وبيقول برضه الاضرار بحيث ان انت تبقى مستوعب. عندي دلوقتي الكلفه في الطالع وبقول لك مش نازله. طب في اللي هي الكلفه الوسط وفي اللي هي الحبايه العريضه. الحبايه العريضه من 25 ل 60 جنيه ل 26 عفوا، من 25 ل 26. دي الحبايه العوجه الكبيره. عندك الوسط من 20 ل 22 الناس بتبيعها. طب انا عشان خاطر ادرب الكلفه بتاعتي، الفول يعتبر يا جدعان هو والقمح ارخص حاجه، فانا بشوف القمح مثلا كان ب 13 كان ب 14، فبشوف بجيب شويه قمح وبجيب شويه فول وبجيب اللي هي الذره العوجه على الذره اللي هي الذره الوسط على الذره اللي هي الكبيره يعتبر الجنب، فبدرب دي مع شويه القمح بتوعي. دي الكلفه بتاعتي. الذره الصفراء انا رافعها من الكلفه بتاعتي عشان الكيلو كان داخل في 28 جنيه، وانا حاسس ان هو يعني يعتبر ايه كلها دهون وما بستفادش منه. لا انت ب 28 يبقى بناقص منك. انا دي في غيتي يا جدعان، وبقول لك اللي انا بعمله بما يرضي الله. فانت دلوقتي مثلا بتدرب نسب وتناسب، بتشوف انت الكلفه او الكميه اللي انت بتعملها قد ايه، بتبدا اللي انت مثلا تجيب لك شويه فول على شويه اللي هي القمح على اللي هي الذره العوجه دي اللي هم النوعين دولت، وبتدربهم بتلاقي الكلفه ريحت معاك عشان خاطر فرق السعر بين اللي هو القمح ب 13 ولا ب 14. لو تحط الفرق ما بين دولت وما بين دولت هتلاقي الدنيا ريحت معاك. يعني ممكن كيلو الخلطه اللي انت بتعملها تقف مثلا من 21 ل 22 مش هتزيد، وممكن تقل معاك حسب الكميه اللي انت بتعملها. كده اللي انا لخصت لك الدنيا وعرفتك الدنيا دايره ازاي وما يرضي الله. هتفرج على شكل السلاكه. التليفون كده، ارفع التليفون من على الستاند. ادي اهو وش الحضان ده وش حضان من الاول للاخر. ادي وش الحضان اهو، ده تحضين كده من الاول للاخر. وادي الوش الناحيه الثانيه ده اللي كان في قلب السلاكه، ده اللي كان في قلب السلاكه من فوق، ده كان تحضير رحت منزله هنا اهو. وادي وشنا الحضان بتوعي. في مصطبه زغاليل بفطم فيها الزغاليل اللي بتجهز معايا وبسيبها في قلب سلكتها. كام جردل كده زي ما انت شايف كده اهو. ادي الجرادل فيهم كام قص بحيث اللي هم يكنسوا لي السلاكه بتاعتي اهو. ادي اللي راقد اهو في قلب الجردل اهو، وادي اللي فاكك في قلب اللي هو الجردل اهو. في زغاليل اهي، الصلاه على النبي. وادي جردل الناحيه دي، وادي برده شكل الكلفه بتاعتي هوريها لك عامله ازاي. اهي شكل الكلفه. دي الحبايه العريضه وشويه قمح على شويه فول. ادي الكلفه بتاعتي اهي. فاحنا برضه اتكلمنا في كام نقطه كده بمرض الله بحيث ان انت تبقى مستفاد من قلب الفيديو ده. معلش لو طولت عليكم، معلش لو كنا بنغيب عليكم في عدم الفيديوهات، بس اقسم بالله بتبقى غصب عن الواحد، لان هو اهم حاجه اكل العيش والشغل، لان هو ده غايه الحمام. دي مش غايه يعني اللي احنا عاملينها كسبوبه، لا غايه كيف. انا عاملها عن نفسي كده، دي كيف يعتبر. فانا بعد ما بخلص الدنيا بتاعتي كده بطلع للحمام بتاعي، فبيبقى الوقت مضغوط عليا، عايز اللي انا اعمل فيديوهات بس بيبقى غصب على الواحد. معلش كنا بنطول عليكم، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كنت ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا. سلام.